النهارده ان شاء الله هناخده المجتمع والعينة. يبقى النهارده هناخده المجتمع والعينة. يعني ايه مجتمع ويعني ايه عينة؟ مجتمع يعني الكل، المجتمع يعبر عن الكل، يبقى دايما المجتمع يعبر عن الايه؟ الكل. اما العينة بتعبر عن الجزء. يبقى المجتمع والعينة دايما بقول المجتمع بتاعي، المجتمع بيضم جميع الأفراد والمجتمعات. يبقى المجتمع بيضم جميع الأفراد والمجتمعات. يبقى المجتمع بتاعي بيضم جميع الأفراد والمجتمعات. ده تعريف المجتمع التي تضم الدراسة، يعني اللي أنا هدرسها. يبقى المجتمع بيعبر عن مين؟ عن الكل. يبقى المجتمع بيعبر عن مين؟ عن الكل. أما العينة هي جزء من مجتمع الدراسة. يبقى العينة هي جزء من مجتمع الدراسة. يبقى المجتمع يضم جميع الأفراد والمجتمعات التي تضم الدراسة. أما العينة هي جزء من مجتمع الدراسة. ده تعريف مين؟ العينة. طب أنا لو جيت زي إيه المجتمع؟ أما نقول دمك ده كله، دمك بكامل كده، ده اسمه المجتمع. أما أقول عينة من دمك يبقى دي تعبر عن جزء. أما أقول عينة من دمك يبقى أنا دلوقتي دمك كله ده مجتمع. يبقى الدم كله ده اسمه الايه؟ المجتمع بتاعي. اما العينة بتاعتي دي عبارة عن جزء من الدم، جزء من دمك. يعني ايه جزء من دمك؟ يعني انا هاخد حقنة سرنجة كده فيها سنت دم او 2 سنت دم، هحلل هذا الدم، مش همسك الدم كله افضيه واحلله. يبقى المجتمع يعبر عن كلمة ايه؟ كل. اما العينة تعبر عن كلمة ايه؟ جزء من المجتمع. المجتمع يضم جميع الافراد او المجتمعات التي تضم الدراسة. اما العينة هي جزء من المجتمع. العينة هي جزء من المجتمع. يبقى العينة بتاعتي جزء من الايه؟ المجتمع. يبقى انا عرفت الفرق بين المجتمع والعينة. اديني مثال على كده يا استاذ. اول مثال طبعا قلت لك دمك كله يمثل المجتمع الدراسة. اما العينة اللي احنا خدناها من دمك دي اسمها جزء من ايه؟ من دمك، دي اسمها ايه؟ عينة. طب لو اراد معلم الرياضيات معرفة المسائل التي يقرأها طلاب، يبقى انا دلوقتي عندنا معلم رياضيات اراد يعرف المسائل او كل المسائل اللي الطلاب بتكرهها. طب اما المعلم يريد ان يعرف كل المسائل اللي الطلاب بتكرهها، فاختار 5 طلاب عشوائيا من كل صف. اذا هنا مين المجتمع ومين الجزء او مين العينة؟ تاني بقول لي اراد، يعني لو جيت خدت مثال بسيط اهوت، اراد
أراد معلم الرياضيات معرفة المسائل التي يكرهها اللي الطلاب بيكرهوها طلابه، فاختار خمس طلاب عشوائيا من كل صف من صفوفه، وبيدي 3 صفوف، صفوفه الثلاثة. يعني هو مثلا بيدي الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. فهو حضرته عاوز يشوف المسائل اللي الطلاب بتكرهها، فهيعمل ايه؟ هيشوف 5 طلاب من الصف الأولاني و5 طلاب من الصف الثاني و5 طلاب من الصف الثالث. طيب هنا المجتمع يمثل ايه؟ المجتمع يمثل ايه ان شاء الله؟ ها، اللي هم طلاب ال3 صفوف، طلاب ال3 صفوف، طلاب ال3 صفوف. ده المجتمع بتاعي، يعني طلاب الصف الأول وطلاب الصف الثاني وطلاب الصف الثالث. طب هنا العينة بتمثل إيه؟ ما احنا خدنا 5 من الصف الأولاني و5 من الصف الثاني و5 من الصف الثالث، يبقى العينة بتمثل إيه؟ 15 طالب بقى. ما هو خد 5 من كل صف، يبقى المجتمع بتاعي طلاب ال3 صفوف. يعني هنا 50 طالب وهنا 50 طالب وهنا 50 طالب، يبقى المجتمع 150 طالب. طب العينة ال5 طلاب اللي ختم الأولاني وال5 طلاب اللي ختم الثاني وال5 طلاب اللي ختم الثالث، يبقى العينة هنا 15 طالب. طيب لو جيت أنا مثلا رحت أنا مثلا تاجر تموين كده، يعني أنا تاجر والراجل بتاع التموين اللي ماسك التموين جاي، فأنا بعمل شاورما، سندوتشات شاورما. يبقى أنا مثلا بعمل سندوتشات شاورما، وفي الراجل بتاع التموين اللي هو رئيس التموين اللي ماسك الشارع ده جايلي، فأنا بعمل سندوتشات شاورما. يبقى المجتمع بتاعي السندوتشات الشاورما اللي أنا بعملها طول اليوم. فالراجل بتاع اللي هو التموين ده هو جاي كده عاوز يعرف أنا بعملها سليمة ولا وحشة، فهو مش هياخد كل سندوتشات الشاورما يشوفها، لا هو يعني بدأ يفطر ب2 شاورما، يعني هو خد عينة 2 شاورما ياكلهم كده، بحيث ان هو ايه يشوف هل السندوتشات دي سليمة او وحشة. فطبعا هو خد 2 كلهم فلقى لها ان شاء الله هي سليمة، يبقى العينة هنا ال2 سندوتش اللي كلهم. اما المجتمع كل السندوتشات اللي انا بقى بصنعها، سواء شاورما سواء فول سواء مثلا كفتة سواء بيض سواء طعمية، معرفش تعرفوا طعمية ولا لا، او اسمها فلافل في بعض الدول، يبقى المجتمع هنا كل السندوتشات اللي انا بعملها. اما العينة اللي هو الراجل بتاع التموين ده اللي هو المفتش بتاع التموين ده عملها، انه خد 2 سندوتش من هذا النوع كلهم عشان يعرف هو السندوتشات نظيفة ولا مش نظيفة. دي حاجة بسيطة كده بحيث ان نعرف يعني ايه عينة ويعني ايه مجتمع. يبقى انا قلت العينة هي كل فرد من افراد المجتمع او كل المجتمعات اللي هي هتبقى في الدراسة، ده المجتمع. اما العينة جزء من هذا الايه المجتمع. يبقى انا عرفت فرق بين المجتمع والعينة.
هنبدأ ناخد تمارين على الكلام ده بقى. يبقى احنا عرفنا يعني ايه مجتمع دراسة ويعني ايه عينة. يبقى انا عرفت يعني ايه مجتمع دراسة ويعني ايه عينة. بيقول لي يملأ عامل في قسم السلامة الصحية في إحدى البلديات 5 قوارير مياه في كل موقع من 10 مواقع. يعني هو مثلا دخل على مدينة مثلا في قطر، المدينة دي مثلا فيها 700 بيت أو 700 منزل، فكل منزل فيه مصدر مياه، فهو عاوز يعرف المياه دي نظيفة صالحة للآدميين ولا مش صالحة. فهو اختار 10 بيوت يعني 10 مواقع، وخد من كل موقع 5 قوارير. فهنا العينة اللي خدها تعتبر قد ايه؟ خلي بالك احنا عندنا 10 مواقع، هو اختار 10 مواقع وخد من كل موقع 5 قوارير. هل انا ما عنديش الا ال10 مواقع؟ لا، ده انا عندي كتير. انا عندي مثلا المدينة دي فيها 1000 بيت، اذا فيها 1000 موقع، لان كل حنفية بتنزل مية هسميها موقع، ما ده مصدر للمياه. ممكن بقى يكون مصادر تانية مثلا تكون طرق في حاجة عادية خالص، برضو كل مكان من دول بسميه موقع. اذا هنا العينة بتاعتي قد ايه في هذا الموقف؟ حد يعرف يقول لي؟ ابراهيم؟ هي عدد العينة في قد هذا ايه؟ الموقف. ها احنا عندنا 10 مواقع. سيبك بقى الموقع يبقى بيت، يكون مصرف، يكون ترعة، يكون نهر، زي ما يكون. ممكن يكون العينة 5. ايوه، خد من كل موقع 5 قوارير. يبقى العينة هنا قد ايه بالظبط؟ 5. العينة 5 بس؟ طب هي 5 من الموقع الاولاني. انا عندي 10 مواقع، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خد 5 من الموقع الاولاني، و5 من الموقع الثاني، و5 من الموقع الثالث، و5 من الموقع الرابع، و5 من الموقع الخامس، وهكذا. اذا خد كم قارورة؟ 5 في ال10 مواقع، يعني خد 50 قارورة. يبقى العينة هنا 50 قارورة يعني 50 زجاجة. يبقى العينة تمثل قد ايه؟ 50. 50. طب مجتمع الدراسة هو مين بات؟ مجتمع الدراسة بيساوي ايه؟ هو عبارة عن ايه؟ 10. لا، ما احنا قلنا ال10 دول انا اخترتهم. مجتمع الدراسة جميع مصادر المياه في المدينة، جميع مصادر المياه داخل المدينة. يبقى مجتمع الدراسة هنا كل مصادر المياه والمدينة تسمى مجتمع الدراسة. يبقى العينة هنا قلت هاخد 5 من 10، يبقى 5 في 10 ب50. طب المجتمع كل مصادر المياه في المدينة بتمثل مجتمع الايه؟ الدراسة. صعبة ديت؟ صعبة يا ابراهيم؟ يا ابراهيم صح. بص يا ابراهيم، احنا قلنا المجتمع بتاعي يا ابراهيم بيعبر عن ايه؟ المجتمع، وعندنا العينة. المجتمع بتاعي بيعبر عن كل افراد اللي انا هاخدها، كل الافراد اللي انا هتعامل معاها، او كل المجتمعات اللي هتعامل معاها. شوف انا بقول كل حاجه كل. يبقى المجتمع بيعبر عن كل الافراد اللي انا هتعامل معاها او كل المجتمعات اللي هتعامل معاها. اما العينه دي جزء من المجتمع،
فهنا المجتمع يبقى هو خد نجى 10 مصادر. هل ما فيش الا ال10 مصادر؟ ولا في اكتر من لا. مصدر؟ ما احنا قلنا ممكن نعتبر الحنفيه بتاعه البيت مصدر. يعني مثلا أنا عندي 1000 بيت، اذا انا عندي 1000 مصدر، لان كل حنفيه ببيت تمثل مصدر. ما هو ده مصدر مياه الناس تشرب منه. فانا حاجه على مدينه مثلا فيها 1000 بيت، وهختار 10 مصادر، يعني هختار 10 بيوت. يبقى هل انا اخترت كل المصادر؟ هل اخترت لا. كل المصادر؟ لا، ده انا خدت جزء من المصادر ياما. فانا اخترت 10 مصادر. طب المجتمع هنا هيمثل ال10 مصادر بس؟ لا، ده انا ممكن كنت اختار 10 تانيين. اذا المجتمع جميع مصادر المياه في المدينه كلها، جميع بيوت المدينه، لان كل بيت فيه مصدر، او جميع مصارف او الاماكن اللي بيجيب مياه للمدينه. يعني احنا مثلا في مدينه، المدينه دي نفترض انها ارض زراعيه، فالارض الزراعيه دي فيها مثلا 50 مصدر بيجيبوا مياه للارض، 50 ترعه كده، او 50 مصرف بيجيبوا مياه للارض الزراعيه. فانا مش هروح على ال50 مصدر، انا هختار ال10 مصادر بس. اذا هنا المجتمع كل مصادر المياه في المدينه. دي معنى كلمه مجتمع. اتفهمت ولا عيدها تاني؟ اللهم صل وسلم وبارك على حبيب رسول الله. اتفهمت يا ولاد ولا عيدها تاني؟ مفهوم يا فهمت. مستر. طيب نشوف بعد كده السؤال اللي بعده. بيقول لي اختارت مؤسسة للدراسات الإحصائية في إحدى المدن عدد من الناخبين بشكل عشوائي لسؤالهم عن المرشحين الذين سيصوتون لهم، وذلك لتحديد المرشح الذي سيفوز في الانتخابات. فهنا بقول لي أوجد العينة في هذا الموقف. إيه هي العينة أستاذة هيفاء؟ بالراحة على مهلك. في هو مؤسسة للدراسات الإحصائية في إحدى المدن اختارت عدد من الناخبين، يعني اختارت بعض الناخبين بشكل عشوائي. يعني هي راحت على البيت ده مثلا خدت منه واحد بشكل عشوائي، والبيت الثاني خدت منه واحد، والبيت الثالث خدت منه واحد بشكل عشوائي، أو خدت بيت وسابت بيت بشكل عشوائي لسؤالهم عن المرشح مثلا إبراهيم داخل الانتخابات. فهم كلك بيسألوا على إبراهيم يصلح أم لا يصلح، وذلك لتحديد المرشح الذي سيفوز في الانتخابات. هنا العينة تمثل إيه؟ المرشح الذي سيفوز في الانتخابات. العينة بصي، أنا اختارت مؤسسة للدراسات الإحصائية. زي مثلا كده أنتوا عندكم إيه؟ سيبك من الدراسات الإحصائية والكلام اللي بقوله. يعني أنتوا عندكم في المدينة اللي عندكم أكيد فيها مثلا رئيس مدينة، فرئيس المدينة عاوزين نجيبوه بالانتخابات. فإحنا عاوزين ننتخب الراجل ده، وهو فيه 5 6 داخلين معاه، فإحنا عاوزين نختار منهم واحد. فهنقول والله من كل بيت يطلع لنا راجل أو واحدة ست، المهم يطلع واحد فرد منهم، وهناخد الأفراد اللي أنا جمعتها كلها وأعرض عليهم ورق ال4 مرشحين أو ال5 مرشحين. فهم هيبدأوا يختاروا مرشح معين. المرشح اللي هم هيختاروه أكتر هو اللي هيفوز في الانتخابات، أو هو اللي هيبقى رئيس بتاعنا. فهنا بقى مين العينة؟ هم عدد الناخبين صح؟ برافو عليك، الناخبين الذين تم سؤالهم.
ما انا ما اخترتش البيوت كلها. مش كل بيت فيه 50 فرد قلت لهم تعالوا انتوا ال 50 فرد يلا على مجلس مدينه عشان نشوفوا مين اللي هيفوز. انا خدت من البيت واحد، صح ولا لا؟ صح. فكده العينه هنا اللي هم الناخبين اللي تم سؤالهم. يبقى العينه الافراد اللي انا خدتهم عشان اسالهم بسموهم الايه؟ الناخبين. الناس اللي انا خدتهم عشان ينتخبوا دول اسمهم العينه. طب مجتمع الدراسه؟ مؤسسة الدراسات الإحصائية. لا، جميع افراد المدينه. هو انا دلوقتي اما رحت بيت الاستاذه هيفاء، الاستاذه هيفاء بيتها ده اهو فيه مثلا زوجها وعندها 7 8 اولاد، وفيه مثلا اخو زوجها عنده 7 8 اولاد، وفيه اخو زوجها الثاني عنده 7 8 اولاد، وفي اختها عندها 7 8 اولاد وزوجها، وفي اختها الثانيه عندها 7 8 اولاد وزوجها، غير الاب وغير الام، وفي ناس ياما. يعني البيت دي تحكم بيت كبير فيه ناس ياما. انا اخترت منه واحد، الاستاذه هيفاء. هل انا مش ممكن كنت خدت واحد تاني غير الاستاذه هيفاء؟ ها؟ هو ممكن. الله ينور عليك، ممكن. والله انا ممكن كنت خدت زوج الاستاذه هيفاء، او اخو الاستاذه هيفاء، او اخت الاستاذه هيفاء. يبقى انا هاخد واحد من المكان ده. هل المكان ده ما يصلحش فيه الا واحد بس اللي ينتخب؟ لا، هم كلك يصلحوا، بس انا مش هاخدهم كلك، انا هاخد واحد بس. ولذلك انا قلت العينه اللي هم الناخبين الذين تم سؤالهم. طب هنا المجتمع بقى يعبر عن ايه؟ جميع أفراد برافو المدينة. عليك، جميع افراد المدينه اللي هم هيبقوا اسمهم الناخبين، او جميع الناخبين في المدينه. ما هو البيت نعم. فيه 50 واحد، ال 50 واحد يعرفوا ينفعوا يبقوا ناخبين. انا باخد منهم ايه؟ عينه واحد. اذا العينه هنا اللي هم الناخبين، الناس اللي انا هاخدهم. يبقى العينه في الموقف ده الناخبين التي هم سؤال. الله ينور عليكي، التي او الذين تم سؤالهم، هم دولة اللي احنا سألناهم بس. طب مجتمع الدراسة؟ جميع أفراد الناخبين في المدينة. كلك بقى. يبقى كل الافراد ما هم كلك ينفعوا ناخبين. ما انا دلوقتي انا لو نفترض انا قلت البيت فيه 50 واحد، انا خدت الاستاذ ابراهيم. المره الجايه هاخد الاستاذ علي اللي هو اخوه، المره الجايه هاخد اللي هو اخته مثلا. اذا انا هاخد واحد من ال50. اذا ال50 يصلحوا. اذا العينه الناخبين اللي انا خدتهم سالتهم. أما المجتمع جميع الأفراد الناخبين في المدينة كلك. فهمنا ولا لأ؟ يبقى ده الفرق بين العينة والإيه؟ والمجتمع. السؤال اللي بعده اللي عاوز طبعا يتفضل ياخدها صورة، يتفضل. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب رسول الله. يلا يا ابراهيم، اتفضل يا ابراهيم، اتفضل يا ابني. أراد معلم الفيزياء معرفة التجربة المختبرية التي فضلها الطلاب في هذا الفصل الدراسي، فاختار 8 طلاب عشوائيين من كل صف من صفوف 5 التي يدرسها للمشاركة في هذا المساح.
هذه المدرسة المصرية. أجد العينة هذا الموقف. مم. 8 ضرب 5. طب صبرا بس. أراد معلم الفيزياء معرفة التجربة المخبرية التي فضلها طلابه. يعني هو اداهم تجارب ياما قوي. معلم الفيزياء ده طول السنة بيدي تجارب، فهو عاوز يعرف التجربة اللي الأولاد كلها بيفضلوها عشان يجيبها في الامتحان بالعربي كده، يعني هم فهموها بقى. خلال هذا الفصل الدراسي فاختار 8 طلاب عشوائيا من كل صف من صفوفه ال5. يعني هو ادى في الصف الأولاني 50 أو 100 تجربة مخبرية، وفي الصف الثاني 100 تجربة مخبرية، وفي الصف الثالث 100 تجربة مخبرية، وفي الصف الرابع 100 تجربة مخبرية، وفي الصف الخامس 100 تجربة مخبرية. فهو عاوز يعرف التجربة اللي الأولاد بيحبوها، فاختار 8 عشوائيا من كل صف من صفوفه ال5 التي يدرسها للمشاركة في هذه الدراسة المسيحية. العينة هنا ايه بقت؟ يلا ها على مهلك. العينة بتمثل ايه؟ 8. ما هو 8 من الصف الواحد، هو عنده 5 صفوف، يبقى هو اختار كم واحد؟ العينة هنا كم واحد؟ ما احنا عندنا 5 صفوف، ادي صف، ادي صف اهو، وادي صف، وادي صف، وادي صف، وادي صف. هو خد 8 من كل صف، 40. 8 من كل صف، يبقى هو خد 40. واحد 40. بالظبط. يبقى العينة 8 في ال5 صفوف فكده ساهم في يساوي بداية 8 ضرب 5. 40 طالب. دي العينة. اتفهمت ولا لا ديت؟ فاهمك. طب مجتمع الدراسة هنا يمثل ايه؟ ها؟ جميع الصفوف، جميع الطلبة. برافو عليك. طلاب الصفوف ال5 او الفصول ال5. يبقى طلاب الصفوف ال5 التي كان يدرسها. ما هو مش هيسأل الطلبة بتوعه بس. صعبة ولا عيدها تاني يا ابني؟ ها؟ سهل سهل. سهل الحمد لله. فهمناها يا أستاذة هيفاء؟ مفهوم يا مستر. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور. يلا اتفضلي اجري. تريد فاطمة معرفة الطرق التي تتبعها زميلتها في الصف للتحضير لاختبار ما، ولتحديد ذلك كتبت أسماء جميع زميلاتها على قصاصات ورقية ووضعتها في صندوق، ثم طلبت من إحدى زميلاتها سحب بعض الأسماء عشوائيا لتسأل كل زميلة يسحب اسمها عن الطريقة التي تتبعها للتحضير للاختبار. هنا العينة ايه؟ يعني ممكن تجريها تاني في سرك بحيث برمجها كويس. وبديك موقف تطلعي منه عينة وتطلعي منه المجتمع. هو العينة القصاصات الورقية هذه للأسماء. لا،
بص كده. طب نقراها لك أنا بقى. تريد فاطمة معرفة الطرق التي تتبعها زميلاتها في الصف للتحضير لاختبار ما. يعني انتوا كلكم داخلين امتحان، فانت الاستاذه هيفاء طالبه متميزه جدا، في عاوز تعرف والله احنا 100 طالب، عاوز اشوف كل واحده من ال 100 طالب بيذاكر ازاي، بحضر نفسه للاختبار ازاي. لان الانسان دايما لما يسال ويشوف زمايله دايما بيستفيد. ما احنا كلنا عباره عن ايه؟ ان انا بستفيد منك وبستفيد من ابراهيم وبستفيد من اي حد بيتكلم قدامي. يعني ممكن انا دلوقتي وانتوا بتتكلموا اخد منكم طريقه شرح جديده للسؤال، لان انتوا ودتوني للمكان ده، ودتوني ان انتوا ما بتفهموش الا بالطريقه دي، فانا باخد الطريقه بتاعتكم اشرح بها نفس الدرس لمين؟ لطلبه تانيين. تلاقي الطالب التاني فهم بسرعه، ليه؟ لان انتوا بتفهموا بالطريقه دي، فهو هيفهم بسرعه. وهنا فرق بين مدرس ومدرس، ان في مدرس يتشبث بطريقته، لا طبعا ما فيش حد يتشبث بطريقته، لان احنا كلنا عقول بشريه بتتفاوت من مكان لمكان، فلازم انا مع العقل البشري اللي انا هزرع فيه النبته زي ما هو عاوز ياخدها ازرعها له، يقوم هو هينبت لوحده، مش انا اديله بمزاجي، انا ما ينفعش. فهنا بيقول لي تريد فاطمه معرفه الطرق التي تتبعها زميلاتها في الصف للتحضير لاختبار ما. فهي هتعمل ايه فاطمه؟ جابت شويه قصاصات من الورق وفرجت على 100 طالبه اللي هم زمايلها كل واحد ورقه، وقالت لها انت بتذاكري ازاي؟ يعني انت بتذاكري ازاي؟ يعني اكتبي لي انت بتذاكري ازاي، او انت بتحضري للاختبار ده ازاي. ثم بعدت نفسها هي ليه؟ عشان ما ايه ما تتحيزش لحد. يعني هي بعدت نفسها خالص عن اللي جاي. وزعت ال 100 ورقه، قال لهم القصصات دي على زمايلها، وقالت لهم والله انا عاوزه من كل زميله تكتب في الورقه بتاعتها هي هتستعد للاختبار او لتحضير الاختبار ازاي. ثم خدت زميله منهم، مش هي بقى، عشان تسحب بعض الاسماء عشوائيا، ما هي مش هتقرا كل الاسماء. يعني هي مثلا هتسحب بعض الاسماء عشوائيا، يعني الزميله دي هتسحب من 100 4 اسماء، او من 100 5 اسماء، او من 100 6 اسماء، او من 100 10 اسماء. يبقى الزميله هتسحب من الورق اللي هو فيه اسمائهم ده بعض الوريقات او بعض الاسماء عشوائيا. لتسأل كل زميله يسحب اسمه عن الطريقه التي تتبعها للتحضير، لان كل واحده كانت لها الطريقه، وبناء عليه هي سحبت مثلا 10 اسماء من 100 مثلا، او 5 اسماء او 4 اسماء او 3 اسماء. ادي مثلا هي سحبت كده 5، فلقت ان في 3 من ال5 متفقين على طريقه واحده. معنى ان ال3 دول اتفقوا على الطريقه دي، اذا هي دي الطريقه الافضل للتحضير للاختبار. يا استاذ ده في 2 متفقين على طريقه تانية. لا، ما احنا بناخد الاغلبيه، ما احنا بناخد دايما مع الاغلبيه. يبقى انا دلوقتي مع ال3 مع الطريقه بتاعتهم. اذا هنا مين العينه بقى؟ اتفضلي قولي العينه بقى. العينه على حسب. ها هي الزميلة اللي سحبت اللي هي الاسماء او الطالبات اللواتي سحب اسمائهم، ما هي دي العينه.
الناس اللي انا سحبت الورقه بتاعتهم دي العينه اللي انا خدتها، صح ولا لا؟ نعم. العينه هنا برافو عليكي، الطالبات التي تم سحب اسماءهم. دي العينه، ما هي سحبت 5، ما هو دولة العينه. دي اسمها علياء، ودي اسمها اسماء، ودي اسمها لمياء، ودي اسمها سمراء، ودي اسمها حسناء. يبقى دولة ان شاء الله ال5 طالبات اللي تم سحبهم، اذا هم دولة العينة. يبقى العينة الطالبات التي تم سحب اسمائهم. طب المجتمع الدراسة اللي هنا يمثل مين استاذة هيفاء؟ طريقة تحضير الاختبار. لا، مجتمع الدراسة خلي بالك، طريقة تحضير الاختبار ده التجربة بتاعتي، او ده الحاجة اللي بسألهم فيها. جميع الأسماء يعني ايوه، الطلبة. برافو عليك، اسمائهم كلك بقى، جميع زملاء فاطمة. يبقى مجتمع الدراسة جميع الطالبات، خلي بالك، زملاء فاطمة. هي مش هتروح مكان بعيد، هي بتسأل زميلها. نعم. اتفهمت ولا عيدها تاني؟ هو مفهومة يا مستر، بس مش عارفة كيف. طب بصي لي تاني. فاطمة، لا، هو هذه مفهومة، بس هي مسألة على مسألة بتختلف ما هو هي بتختلف لسبب، لان احنا قلنا ان المجتمع بيعبر عن الكل، نعم. اما العينة بتعبر عن الجزء، والجزء ده بيكون من قلب المجتمع. نعم. مثال في الاول خالص، ان دمك كله يعتبر مجتمع الدراسة، اما العينة اللي انا باخدها من دمك، السرنجة اللي باخدها احللها، اسمها عينة. لان ما فيش واحد تعبان مريض هيروح عشان يعرف المرض عنده ايه ياخد كل دمه يصفيه عشان يحلله، ما ينفعش. لا، هو بياخد سرنجة كده 3 4 نقط كده يحللهم، يعرف نوع المرض. اذا الدم الكل يعبر عن المجتمع، اما الجزء يعبر عن ايه؟ عن العينة. اعيدها تاني يا ابراهيم. ابراهيم، فهمت. حبيبي ابراهيم، فهمت يا حبيب بابا؟ فهمت. ماشي حبيبي، اوعى حد ما يكونش فاهم. طبعا انتوا حبة عيني والله العظيم، كمان مرة انا بعامل الطالب بتاعي وحياة ربنا كمان مرة اكتر من حبة عيني، بخاف عليه اكتر من عينيا. فما فيش طالب ما يفهمش يقول ده الاستاذ تعب، لا، الاستاذ اللي يا رب يموت، المهم الاستاذ يوصل المعلومة للطالب. جزاك الله خير يا مستر. فبالراحة كده، ما فهمناش عيد مرة واثنين وثلاثة يا استاذ، انا مش هزعل خالص. السؤال اللي بعده. ها يلا يا ابراهيم، انا عاوزك تقرا كده وتتمتع وانت بتقرا كده، يلا ها. في إدارة أحد الأندية الرياضية توسعت حوض السباحة، لذلك قامت بعمل استطلاع للرأي للمنتسبين المشتركين في المسبح الذين توافدوا إلى النادي ذات يوم سائل أيامهم، ما إذا كانوا يوافقون على زيادة رسوم الاشتراك المحدث للسباحة. عند سؤال أحد الطلبة على عينة والمتابعة في هذا الموقف. عينة هي المنتسبون المشتركون في السباحة الذين توافدوا إلى النادي في ذلك اليوم. المجتمع هم جميع المنتسبين إلى النادي. صف الخطأ الذي وقع فيه الطلاب. مم. ايه الخطأ؟ العينة. لا، العينة صح، ما هو قال لك العينة
هم المنتسبون المشتركون في السباحة الذين توافدوا إلى النادي في ذلك اليوم. المجتمع هو إيه؟ جميعا مشتركين في النادي. طب صح ولا غلط دي بقى؟ صح. هو أنت دلوقتي نادي كورة، أنت طبعا أكيد مشترك في نادي ولا مش مشترك؟ أنا عن نفسي عمري ما اشتركت يعني. ها أنت مشترك ولا مش مشترك؟ أيوه. مشترك، حلو الكلام. النادي اللي أنت مشترك فيه ده، أنت مشترك في لعبة إيه؟ ها؟ قول لي كده، أنت مشترك في جيم. في الجيم، يبقى أنت مشترك في الجيم. في واحد تاني مشترك في كرة القدم، في واحد تاني مشترك في كرة السلة، في واحد تاني مشترك في السباحة. إذا المشتركين في النادي ياما ولا شوية؟ ما هم دول كلهم إيه. مشتركين في النادي صح؟ لا. إزاي؟ يعني إحنا دلوقتي السؤال أنا عاوز المشتركين في النادي ده الغلط أهو، المجتمع. بجيب بتوع الجيم لوحدهم ولا الكرة قدم لوحدها ولا كرة السلة لوحدها، ولا أجيب الصفحة كلها كده وأقول والله أنا عندي مشتركين 1000 مشترك، منهم 50 جيم، منهم 500 قدم، منهم 100 سلة، منهم 30 سباحة، منهم في ياما، طبعا في ألعاب ياما. إذا لما أقول لك أنا عاوز المشتركين في النادي، هتديني لعبة واحدة ولا هتديني كل المشتركين؟ لعبة. تاني، لعبة. أنا رحت كده، أنت رئيس نادي، وقلت لك لو سمحت أنا عاوز عدد المشتركين في النادي. خلي بالك أنا ما قلتلكش أنا عاوز عدد المشتركين في الجيم، ولا عدد المشتركين في لعبة السلة، ولا عدد المشتركين في السباحة، ولا في القدم، ولا في الطايرة. أنا قلت لك عاوز عدد المشتركين في النادي. يبقى هتقول لي أنت لعبة ولا كل الناس اللي اشتركوا في النادي؟ الناس المشتركين في النادي. الناس المشتركين في النادي. طيب ده عدد المشتركين في النادي كلها، برافو عليك. طيب هنا بقى اما اقول اقرا بقى مسألتي، يبقى انا عرفت يعني ايه الفرق بين المشتركين في النادي والمشتركين في اللعبه. مين اللي هيحدد الكلام ده؟ السؤال بتاعي بقى. بقول تريد إدارة إحدى الأندية الرياضية توسعة حوض السباحة. إذن هي شغالة على نوع واحد اللي هو مين؟ حوض السباحة فقط. إذن هنا الكلام عن مين؟ السباحة. السباحة فقط. إذن الكلام بتاعي كله هيكون من أوله لآخره عن مين؟ سباحة. عن السباحة فقط. طيب لذلك قامت بعمل استطلاع للرأي للمنتسبين المشتركين في السباحة الذين توافدوا إلى النادي ذات يوم. يبقى هي عملت إيه؟ سألت الناس اللي جوم للسباحة، لتدريب السباحة في هذا اليوم. يبقى هي جت في يوم معين وسألت كل اللي جم للسباحة. جت في يوم معين وسألت كل اللي جم في السباحة، لذلك قامت بعمل استطلاع للرأي للمنتسبين المشتركين في السباحة الذين توافدوا إلى النادي ذات يوم. ما إذا كانوا سألتهم بقت والله أنتوا توافقوا على زيادة رسم الاشتراك في المحدد للسباحة ولا ما توافقوش؟ وعند سؤال أحد الطلاب عن العينة والمجتمع قال العينة هم المنتسبون المشتركين في السباحة الذي توافدوا إلى النادي في هذا اليوم. فعلا ما دي العينة، هي دي العينة.
اللي هم جم في السباحة لهذا اليوم. دي العينة. المجتمع بقى قول لي هو مين بقى؟ هل جميع المنتسبين إلى النادي؟ جماعة مشتركين في السباحة. بالضبط. يبقى المجتمع يشمل جميع المشتركين في السباحة فقط. جميع المشتركين في السباحة فقط. طب هو قال لي الراجل ده قال لي جميع المنتسبين للنادي، ده عاوز ياخد كله، عاوز ياخد ال1000 واحد، لان هم دول اللي اشتركوا. لان قلت لك عدد المشتركين في النادي كله، هتقول لي والله كلك، مش هتجيب لي سيره مين ومين ومين، هتقول لي والله انا عندي مثلا 3000 مشترك. اذا ده بيتكلم عن كل المشتركين. فاما اقول جميع المنتسبين الى النادي معناها جميع المشتركين في جميع الالعاب، وده طبعا ما يصحش، لان احنا بنتكلم عن مين؟ عن السباحه فقط. اتفهمت ولا عيدها تاني؟ يبقى الصح هنا عشان اصحح الخطا جميع المشتركين في السباحه فقط، لان انا بتكلم عن مين؟ عن السباحه. اتفهمت يا استاذه هيفاء؟ السؤال اللي بعده. نعم يا مستر. اتفضلوا استاذه هيفاء. متوسط أطوال 200 سمكة من سمك السلمون في أحد الأنهار هو 60 سنتيمتر. ملخص البيانات يمثل معلمة أو إحصاء. لا، يبقى هنا بقى أو إحصائية. مش اسمهاش معلمه، اسمها معلمه. معلمة. يبقى دي هنسموها اسمها ايه؟ معلمه. يعني ايه معلمه بقى؟ يعني ايه معلمه ويعني ايه احصائيه؟ يبقى انا دلوقتي خدت، خلي بالكم انا عاوز كل شويه كده اراجع كل اللي خدته، كل شويه كده اراجع كل اللي خدته. انا خدت ايه دلوقتي؟ اول حاجه السؤال الاحصائي. قلت في سؤال احصائي وسؤال غير احصائي. السؤال الغير احصائي له اجابه واحده فقط، أما السؤال الإحصائي له عدد من الإجابات، له إجابات كتير. يبقى السؤال الإحصائي ده له إجابات كتير. ثم بعد كده خدت حاجة اسمها المتغير، وقلت المتغير العشوائي فيه متغير عشوائي كمي وفيه متغير عشوائي نوعي. وقلت المتغير العشوائي الكمي دايما الإجابة عليه بتكون بعدد، أما المتغير العشوائي النوعي دايما الإجابة عليه بتكون بكلمة. ثم خدت بعد كده المجتمع والعينة، وقلت إن المجتمع يمثل جميع الأفراد أو جميع المجتمعات التي تدرس هذا الموقف أو تشترك في دراسة هذا الموقف. أما العينة فهو جزء من هؤلاء الأفراد. دي يبقى أنا خدت كم مفهوم دلوقتي؟ 6 مفاهيم. أنا خدت 6 مفاهيم، هسأل فيهم أول مفهومين لإبراهيم. ما الفرق بين السؤال الإحصائي والسؤال الغير إحصائي يا إبراهيم؟ إحصائي له أكثر من جواب وغير إحصائي له جواب. شكرا. هنسأل أستاذة هيفاء، ما الفرق بين المتغير العشوائي الكمي والمتغير العشوائي النوعي يا أستاذة هيفاء؟ الكمي اللي هو يدل على عدد، يعني إجابة عدد. نوعية أو كلمة نجاوب. دايما الإجابة عليه بكلمة، لونه أحمر لونه أزرق، المهم الإجابة هتكون بكلمة. طب ما الفرق بين المجتمع والعينة يا إبراهيم؟
المجتمع يشمل جميع السؤال. سؤال اديني على حسب السؤال. نعم. اديني سؤال. لا لا، احنا عاوزين سيبك من الاسئله، احنا دلوقتي عاوزين ناخد مفاهيم كده بحيث نوصل اصل انا هاخد مفهومين جداد. المجتمع بيمثل ايه؟ جميع يمثل افراد جميع مثلا جميع او الطلاب المجتمعات اللي هيشتركوا في والعينة. الايه، في الدراسه، يمثل. يعني يعبر عن الكل، صح كده؟ صح. طب والعينه؟ ها؟ يعني العين يمثل جزء من ايوه، تمثل جزء من هذا المجتمع. بقول المعلمه، 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 المعلمه والإحصائية. يعني إيه معلمة؟ المعلمة بتصف المجتمع. خلي بالك، المعلمة بتوصف المجتمع، أما الإحصائية بتصف العينة. ده في كلام بقى يا أستاذ، ده احنا كده بقى دخلنا في المجتمع والعينة ورجعنا تاني للخرف. المعلمة، المعلمة عبارة عن مجتمع الدراسة، يعني تعبر عن الكل. طيب، والإحصائية معناها عينة، وده معناه أو اختبار أو اختيار عشوائي، يعني أنا هختار عشوائيا. هنا بقى بقول لي إيه؟ بقول لي هل، أول سؤال هنقولوه ركز معايا بقى، هل ملخص البيانات، يعني نحدد شوية بيانات دلوقتي. معلمة، 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 أم إحصائية. يبقى أول سؤال بقول لي هل ملخص البيانات ده يمثل معلمة أم إحصائية؟ يعني شوية كلمات هقولهم كده هتقول لي يعني هم معلمة ولا إحصائية. بقول لي متوسط أعمار 10 طلاب تم اختيارهم من مدرسة ثانوية، من مدرسة ثانوية هو 16 عام. طب أسيب دي كده تفكروا فيها لحظة، يعني احنا عاوزين نعرف هل دي معلمة أم إحصائية. أنا هكتب التانية وأنتم بتفكروا فيه. نكتبوا التانية كده، فكروا في دي كويس. حصل كل طلاب
الفرقة الرابعة بكلية أحمد بن محمد علي، أحمد بن محمد على درجة الامتياز في مادة التربية البدنية. برضو عاوز أعرف هي معلمة أم إحصائية؟ نشوف دول كده بالراحة كده. أنا حطيت سؤالين قدامك أهو، أدي واحد وأدي واحد. أدي سطر اقراه كويس وقول لي هو معلمة أم إحصائية، وأدي سطر تاني اقراه كويس وقول لي هو معلمة أم إحصائية. متوسط أعمار 10 طلاب تم، ركز في الكلام بقى، تم اختيارهم اختيارهم اختيارهم. طب نقرا الثانية كده. حصل كل واحنا قلنا المعلمة تصف المجتمع كله. المعلمة مجتمع الدراسة تعبر عن الكل. العينة الإحصائية تصف العينة، والعينة دايما هختارها من الكل. العينة دايما هيتم اختيارها. يبقى من هنا معلمة ومن هنا إحصائية. ها؟ الأولى إحصائية يا مستر، أيوة، والثانية معلم. برافو عليكم. يعني احنا طبعا هنبدأ بقى نقف عند الكلمات، لأن خلي بالكم كده الكلمات اللي هتخليني أجاوب بسرعة، لأن هو في فرق بطفيف بين المعلمة والمجتمع. ما هي المعلمة بتصف المجتمع، والإحصائية بتصف مين؟ العينة. يعني المعلمة هي مجتمع، والإحصائية هي إيه؟ عينة. والمجتمع بيعبر عن الكل، والعينة بتعبر عن الجزء. ودايما العينة بختارها ولا باخد كده؟ مش بختار مثلا من كل فصل 3 أولاد، يبقى دي اسمها إحصائية. يبقى متوسط أعمار 10 طلاب تم اختيارهم. كلمة اختيار دي اللي هتقول لي إن دي إحصائية. يبقى أهو دي تمثل إحصائية. السبب أهو الكلمة دي اختيارهم. طب دي تمثل إيه؟ تمثل معلمة. السبب كل. ها، اتفهمت ولا لسه مذبذبة معلمة وإحصائية؟ تمام. طب نشوف واحد اتنين كمان. اتفضل، اللي عاوز ياخدها ياخدها. بقول لي ايه السؤال اللي بعده؟ بقول لي وافق 20 نائب تم
إخبارهم عشوائية من مجلس النواب على ميزانية مجلس الوزراء. الجزئية اللي بعدها أو السؤال اللي بعده، متوسط دخل كل فرد من أفراد المجتمع هو 70,000 دولار سنويا. طيب نشوف إبراهيم. يا إبراهيم، الأولاني ده معلمة أم إحصائية؟ وقول لي ليه. تمش ها؟ فوافق 20 نائب تم إخبارهم تم إخبارهم عشوائيا من اللبس. ما فهم. الأولى معلمة ولا ولا إحصائية؟ معلمة. طب قرأتها. ما فهمت السؤال. وافق 20 نائب تم إخبارهم عشوائيا من مجلس النواب على ميزانية مجلس الوزراء. دي إحصائية ولا معلمة؟ على ميلك. ها. إحصائية. طب إحصائية ليه؟ ها. هي إحصائية صح، ليه بقى؟ لأنه تم إخبارهم. عشوائية لأن اخترناهم عشوائي، صح؟ يبقى دي إحصائية. السبب تم إخبارهم عشوائي، يعني أنا ممكن كنت خدت ناس غيرهم، صح ولا لا؟ هو مجلس النواب ده ما فيش إلا 20 واحد بس، ده فيه مثلا 140 500 واحد، فأنا خدت 20 عشوائي وأخبرتهم بالإيه الخبر بتاع ده، فوافقوا. إذا دي إحصائية ولا معلمة؟ إحصائية. طب ليه إحصائية؟ لأن أنا خدت عينة من مجلس النواب، ما خدتش مجلس النواب كله، أخبرت جزء من مجلس النواب، خدت عشوائي من مجلس النواب جزء، ولذلك سميت إحصائية. طب كمل يا إبراهيم. متوسط دخل كل فرد من أفراد المجتمع هو 70,000 دولار، معلمة أم إحصائية؟ ها؟ أستاذة هيفاء. نعم. متوسط آه، لكل فرد من أفراد المجتمع هو 70,000 دولار
تمثل معلمة أم إحصائية؟ معلمة. تمثل معلمة. ليه معلمة؟ لأن حكينا بكل فرد من الأفراد. لأن كلمة كل دي على طول بقول عليها إيه؟ معلمة، لأن تعبر عن إيه؟ عن المجتمع ككل. يبقى على طول دي تمثل معلمة. ليه يا أستاذ؟ عشان كلمة إيه؟ كل. يبقى عشان كلمة إيه؟ كل. لأن كلمة كل تعبر عن المجتمع ككل. بتعبر عن المجتمع إيه؟ ككل. بتعبر عن المجتمع ككل. تعبر عن المجتمع ككل. صعبة ديت؟ فهمناها ولا لا؟ فهمنا يعني ايه معلمة ويعني ايه إحصائية ولا ما فهمناش؟ شو؟ فهمنا معلمة وإحصائية ولا ما فهمناش يا إبراهيم؟ أيوة. طب نشوف بقى الأسئلة بتاعة المعلمة والإحصائية. يلا اللي عليه الدور يتفضل يقرأ. نقرأ يا مستر؟ اتفضل. ما عندي مشكلة. طيب، متوسط أطوال 200 سمكة من سمكة السلمون في أحد الأنهار هو 60 سنتيمتر. ملخص البيانات يمثل معلمة أو إحصائية. ها آه، إحصائية. شاطرة. إحصائية ليه بقى؟ تمثل. شاطرة. إحصائية. أنا عاوز أعرف بقى إحصائية ليه بقى؟ لأنه في أحد الأنهار مو في كل. أيوة، لأنه نهر، والنهر ده فيه 200 سمكة بس. لا. ده فيه ياما. صح ولا لا؟ نعم. واللي مش يعني اللي مش واثق ان فيه ياما ممكن ارميه في النهر يعد السمك اللي فيه يعني. ها ننزلوه النهر المحيط الاطلنطي مثلا يعد لي كل السمك اللي فيه. هيعرف يعد السمك كله؟ إذا وصل أوكي. يبقى معنى متوسط اطوال 200 سمكه، هو يعني خد 200 سمكه. يبقى خد عينه ولا خد كل السمك؟ عينه. والعينه اللي اختارها دي تمثل ايه؟ احصائيه. شاطر يا بنتي. السؤال اللي بعده. يلا يا ابراهيم اقرا يا روم. جمعت البيانات من جمعت بيانات أبناء من جميع المشاركين في أسباق الإجابة. كان سؤال ما متوسط أعمار العدائيين المشاركين في الماراثون؟ دي تمثل معلمة ولا إحصائية؟ إحصائية. طيب الأول أنا مش فاهم يعني إيه ماراثون. والله ما أعرف يعني إيه. يعني إيه ماراثون يا ولادي؟ الماراثون اللي بسباق الجري. سباق جري يعني. بقول لك جمعت البيانات أدناه. البيانات اللي هي دي تعتبر دي بيانات. يبقى دي بيانات. جمعت البيانات أدناه من جميع خلي بالك، من جميع من جميع من جميع من جميع جميع يعني كلهم. صح ولا لا؟ يبقى جمعت البيانات أدناه من جميع المشاركين. ما سابش ولا مشترك، ده هو خدهم كلك في السباق للإجابة عن السؤال التالي: ما متوسط أعمال العدائيين المشاركين في الماراثون اللي هو سباق الجري ده؟
هل المخطط البياني أدناه يمثل معلمة أم إحصائية؟ اتفضل يا إبراهيم. ها دقيقة. على بالك. ها معلمة. معلمة، لأن أنت خدت كل الناس، جميع المشاركين، أنت ما سبتش ولا مشارك، صح ولا لا؟ صح. أنت جمعت البيانات من جميع الناس اللي جروا في السباق، ما خدت الجزء منهم. فمعنى ان جمعت البيانات منهم كلك يبقى دي تمثل ايه؟ معلمة. عشان كلمة جميع، لان جميع تعبر عن الكل، صح؟ ما هي كلمة جميع دي تعبر عن الكل، صح ولا لا؟ صح. اتفهمت ولا لا؟ اعيدها تاني. مفهوم يا مستر. السؤال اللي بعده. تفضلوا استاذة هيفا. خصص مدرسة ثانوية 3 فترات لطلابها لتناول الطعام الغذاء. في فترة غذاء تم اختيارها عشوائيا. كانت نسبة الطلاب الذين أحضروا طعام غذائهم من المنازل 24%. هل ملخص البيانات يمثل معلمة أو إحصائية؟ إحصائية، لأنه يعني اختيارهم عشوائيا يعني. شاطرة شاطرة، عشان كلمة الاختيار العشوائي. خلي بالك المعلمة، يعني بصوا كلمة، يعني خلاص بكده احنا بدأنا نفهم حلو خالص اهو. المعلمة دايما هلاقي كلمة جميع، المعلمة هلاقي كلمة جميع، هلاقي كلمة كل. أما الإحصائية هلاقي كلمة اختيار وكلمة عشوائي. ما هو اختيار عشوائي أو اختبار عشوائي، يبقى دي إحصائية، دي إيه؟ معلمة. طيب يعني يا مستر كلمة متوسط العدد أو متوسط يعني هذه هو تدل بصي، نفس الشيء على ايوه بقولي الإحصائية. تم ايه؟ اختيارهم عشوائي. ده من في كلمة اختيار عشوائي ده اهي، وده يبقى على طول هتمثل ايه؟ على طول تمثل إحصائية. يبقى تمثل إحصائية، تمثل إحصائية. السبب لأن أنا هختار جزء، والجزء ده اسمه من كلمة اختيار عشوائي. طيب السؤال اللي بعده، اتفضل يلا يا إبراهيم. وصيت عمر سيارة اختيرت عشوائيا من 20 موقعا في مواقف سيارات المدرسة و7 سنوات. ملخص البيانات يمثل إحصائي. إحصائية أم معلمة؟ إحصائي. طب ليه أنت اخترت إحصاء على طول ليه؟ من غير كلام. اختيرت عشوائيا. شاطر، بالظبط كده. يعني انا ممكن ما اكملش قرايه، خلاص لو لقيت كلمه جميع او كل يبقى دي معلمه. اختيار او عشوائي، او انا هاخد كده يعني هنجي، يبقى ده على طول ايه؟ احصائيه. اي حاجه تعبر عن الكلام ده تبقى على طول احصائيه، يبقى دي احصائيه. ليه؟ لانها جزء، والجزء ده بيجي ازاي؟ من الاختيار الى عشوائي. السؤال اللي بعده، اتفضلي. تم اختيار 40 مشاركا في برنامج التدريب الرياضي في مدرسة ثانوية بشكل عشوائي،
وطلب منهم تسجيل عدد الساعات التي يمضونها في التدريب كل أسبوع. إذا أردت أن تحسب المتوسط الحسابي لعدد الساعات التي يمضيها هؤلاء الطلاب في التدريب كل أسبوع، هل إجابتك تمثل معلمة أو إحصائية؟ إحصائية، شاطرة. ليه؟ لأنه حكوا أن يعني التدريب بشكل عشوائي. الاختيار بشكل عشوائي. عشوائي. يبقى هنا إحصائية. ليه؟ لأنها تعبر عن جزء. طب والجزء ده أنا عارفه إزاي؟ عشان الاختيار بشكل عشوائي. أنا هختار بشكل عشوائي من الكل. طب السؤال اللي بعده. ها يلا اتفضل يا إبراهيم. اخترع 53% من الناخبين في المنتخبات البلدية الأخيرة. ملخص البيانات يمثل معلومة. يمثل معلمة. اقترع 53% من الناخبين في الانتخابات البلدية الأخيرة. هل ملخص؟ طبعا هم كلك راحوا انتخبوا، لأن أنا ما جبتش كلمة اختيار خالص. هل في اختيار عشوائي هنا؟ لا. يبقى دي اسمها إيه؟ معلمة. يبقى دي اسمها فعلا معلمة. ليه؟ لأن هي تعبر عن الإيه؟ الكل. هي دايما هتاخد الكل. السؤال اللي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور. اتفضلي يا أستاذة هيفاء. أراد مدير أحد المطاعم معرفة متوسط إنفاق كل زبون يزور المطعم خلال شهر باستعمال إجمالي إيرادات المطعم خلال شهر وإجمالي عدد الزبائن في ذلك الشهر، ووجد أن متوسط إنفاق كل زبون هو 50.36 ريال. هل هذه قيمة معلمة أو إحصائية؟ معلمة. شاطرة. معلمة. يبقى دي إنه حكى إجمالي. معلمة. ليه بقى؟ لأن آه أراد مدير أحد المطاعم معرفة متوسط إنفاق كل زبون يزور المطعم خلال، فاستعمل إجمالي. بصي، إجمالي استعمل كل الإيرادات اللي دخلت له. فهماني ولا لأ؟ ما خدش إيه. مثلا ساعة الصبح وساعة بعد الظهر وساعة بعد العصر أو ساعة بعد المغرب، فاستعمل إجمالي إيرادات المطعم خلال الشهر. فبصي، إجمالي عدد الزبائن. يبقى هو خد إجمالي إيرادات المطعم وإجمالي عدد الزبائن. يبقى هو خد كل الزبائن ولا ساب حد منهم؟ فوجد أن متوسط كل ده بيبص، يعني زي ما بنقولوا إيه، بيقول لك والله لازم تفهم بقى، وحياة ربنا العظيم اوعك تغلط اهو. ووجد ان متوسط انفاق كل، يبقى الراجل ده مش عاوزك تغلط خالص. بقول لك كل اجمالي كلمة كل يبقى تعبر عن ايه؟ عن معلمة. اتفهمت ولا صعبة؟ مفهوم. هل في كلمة اختيار عشوائي؟ لا خلاص يا استاذ، ما جاتش سيرتها، يبقى مفيش احصائية خالص. يبقى دي تعبر عن الايه؟ الكل. السؤال اللي بعده. طبعا احنا كده خلصنا، نعتبر يعني جزء كويس جدا من الوحدة الحمد لله.
هيبدأ يديني اختبار على الأجزاء اللي أنا خدتها، اللي هم كام مفهوم خدناهم بقى يا رب كده نفتكر كام مفهوم خدناهم. حد يقول لي احنا خدنا كام مفهوم؟ 8 المفروض. خدنا 8. الله ينور عليكم. ايه هم بقى؟ سؤال إحصائي وسؤال غير إحصائي. الغير إحصائي له إجابة واحدة، أما الإحصائي له عدد من الإجابات كتير. ثم خدنا المتغير العشوائي الكمي والمتغير العشوائي النوعي. المتغير العشوائي الكمي دايما الإجابة عنه بعدد، أما المتغير العشوائي النوعي دايما الإجابة عنه بكلمة. ثم خدنا المجتمع والعينة، وقلت المجتمع بيشمل كل أفراد المجتمع الذين تم عليهم الدراسة، أو كل المجتمعات اللي أنا هعمل عليها الدراسة. ده كلمة المجتمع. أما العينة فهي جزء من هذا المجتمع، بسميها إيه؟ عينة. ثم خدنا بعد كده المعلمة والإيه؟ والإحصائية. وقلت المعلمة دايما بتعبر عن كل حاجة في مجتمع الدراسة، أما الإحصائية بتعبر عن اختيار جزء معين من مجتمع الدراسة. دولت ال8 مفاهيم اللي أنا خدتهم. أعيدهم تاني. أعيدهم تاني. إبراهيم، يا روما، يا روما رد عليا يا حبيب بابا. موجود. فهمت ال8 مفاهيم اللي خدتهم ولا عيدهم تاني يا إبراهيم؟ هم طب احنا خدنا كم مفهوم يا إبراهيم؟ 8. 8 إيه هم يا إبراهيم؟ عدد الإحصائي اسمه إيه؟ وغير إحصائي وغير إحصائي. السؤال الإحصائي والسؤال الغير إحصائي. يعني إيه سؤال غير إحصائي يا إبراهيم؟ إحصائي أعداد لا نهائية، له إجابات كتير. له إجابات كثيرة. أما الإحصاء الغير إحصائي إجابة واحدة. شاطر. ثم كبرنا وخدنا المتغير العشوائي الكمي والمتغير العشوائي النوعي. يعني ايه متغير عشوائي نوعي يا إبراهيم؟ يلا يا روما. نسيت. انا بص بقى انا عمال اعيد وازيد فيهم ليه؟ عشان ما تنساش. قول يا استاذه هيفاء، يعني ايه متغير عشوائي نوعي؟ نوعي يعني بكلمة. الإجابة عنه بكلمة. طب يعني ايه متغير عشوائي كمي يا أستاذة هيفاء؟ عدد. الإجابة عنه بإيه؟ بعدد. طيب نرجع لإبراهيم تاني. يعني ايه مجتمع يا إبراهيم؟ مجتمعي أطراف كثيرة. بيكون إيه؟ بيكون مش مجموعة. المجتمع يعبر مجموعة كبيرة. جميع الدارسين أو جميع الأفراد اللي هيتم الدراسة عليهم، أو جميع المجتمعات اللي هتدخل في الدراسة. يبقى المجتمع بيعبر عن إيه؟ كل حاجة هتخش في الدراسة. طب يعني إيه عينة يا حبيبي؟ عينة مشتقة من لا، جزء من المجتمع. العينة جزء من الإيه؟ من المجتمع. صح كده؟ صح. طب يعني إيه معلمة يا أستاذة هيفاء؟ المعلمة اللي تصف الكل، يعني المجتمع كامل. شاطرة. يعني إيه اللهم صل على سيدنا محمد إحصائية يا أستاذة هيفاء؟ تصف عينة واحدة. تصف
أو اختيار عشوائي، تعبر عن اختيار عشوائي لعينة. أقولهم تاني يا ولادي وأعرفهم تاني ولا خلاص إحنا كده إن شاء الله يعني فهمناهم؟ هو إن شاء الله يا مستر هي اللي بتخربط أكثر المجتمع والعينة. ما تخافوش، أنا كل حصة قبل الحصة اللي هاخدها أنا عارف والله إن هي، خلي بالكم إن بعد كده الدراسة هتبقى حلوة خالص. هما الشوية الأولين بس تلاقون فيهم إيه، لخبطة شوية، فاهمين كلامي؟ شوية الأولين بس عشان نظرهم كتير، النظر بتاعهم كتير. لأن الشوية الأولاني مش ما يعتبرش رياضي، يعتبروا درس نظري، فعشان كده كلامهم ياما. بقول له يختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. يبقى هو عاوز يختار الإجابة الصحيحة. أي من الأسئلة التالية يمثل سؤال إحصائي. عاوزين هنا شوية أسئلة همت، فأنا عاوز إبراهيم يقراهم كده وقول لي أنا واحد فيهم يمثل سؤال إحصائي. يلا يا إبراهيم كده. ما هو أطول مبنى في الدوحة؟ ما هو أطول مبنى في الدوحة؟ ده سؤال إحصائي ولا غير إحصائي؟ في أي شهر يصادف يوم ميلادك؟ الفئة التي تنتمي إليها سلسلة قصص كليلة ودمنة، المتجر الأكثر شعبية لدى طلاب المرحلة الثانوية في مجمع الريان التجاري. في أي شهر يصادف يوم ميلادك؟ إحصائي. ده سؤال إحصائي؟ يعني لو سألت إبراهيم دلوقتي قلت لك في أي شهر يصادف يوم ميلادك يا إبراهيم، هتقول لي إيه؟ أنت اتولدت يوم كام يا إبراهيم؟ في شهر إيه؟ 11/25. ها؟ 11/25. يعني في شهر 11. أيوة. هل في إجابة تانية يا إبراهيم؟ لا. يبقى ده له إجابة واحدة ولا إجابات متعددة؟ إجابة واحدة، إذا يمثل إحصائي ولا غير إحصائي؟ إحصائي. غير إحصائي. يبقى ده غير إحصائي. طيب، ما أطول مبنى في الدوحة؟ أكيد تعرف أطول مبنى في الدوحة. أيوة. ولا ما تعرفوش؟ ها؟ لا. تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ لا. اكيد، يعني هو في عندكم مبنى عالي خالص كله عارفه، ممكن انت كنت عارفه عشان انت مثلا ما لفتش الدوحه كلها، ممكن تكون الاستاذه هيفاء عارفاه. هل في تعرفي اطول مبنى في الدوحه استاذه هيفاء؟ لا. نعم، اسمه ايه؟ لا ما بعرفش. ما بتعرفيش. طبعا يعني هو برج، اكيد برج يعني اطول مبنى في الدوحه، او حاجه علامه مميزه، علامه مميزه عندكم في الدوحه هناك، ده يعتبر اطول مبنى في الدوحه فالناس كلها عارفاه. اذا ده له اجابه واحده ولا اكتر من اجابه؟ له إجابة. يبقى ده سؤال ايه؟ غير إحصائي. غير احصائي. طيب، يبقى ده سؤال غير احصائي. طيب، ما الفئة التي تنتمي إليها سلسلة قصص كليلة ودمنة؟ له إجابة واحدة ولا أكثر من إجابة؟ أنا عارف. له إجابة واحدة، إذا ده سؤال إيه؟ غير إحصائي، لأن برضه ده له إجابة واحدة. طب هو بيقول لي أي من الأسئلة يمثل إحصائي، يعني عاوز واحد له إجابات ياما قوي. كل واحد انا اقول اجابه وانت تقول اجابه وزميلك يقول اجابه وبابا يقول اجابه وماما تقول اجابه واخويا يقول اجابه والبيت اللي فرحنا يقول اجابه، كل واحد يقول كيف ما شاء. اهو ما المتجر الاكثر شعبيه لدى طلاب المرحله الثانويه في مجمع الريان؟ عندكم مجمع الريان مكان كده مثلا الناس بتبيع فيه، الناس كلها بتبيع فيه، ففي مثلا هناخد نوع معين مثلا في 5 ناس
بيبيعوا نوع معين من السندوتشات، سندوتشات اكل يعني. في 5 ناس بيبيعوا سندوتشات. المتجر ده فيه طبعا هو كل حاجه، فيه كل حاجه. فالاستاذه هيفاء لو قلت لها ما هو اكثر ما هو المتجر الاكثر شعبيه، ممكن تقول والله هي بتحب الاكل، طعم الاكل بتاع الراجل ده كويس، فهي هتقول لك والله الراجل ده هو. اللي هي مثلا بتحب الاكل بتاعها يكون مش طيب قوي او طيب بشكل معين. في ناس بتحب الاكل المحروق، في ناس بتحب الاكل المشطشط، في ناس بتحب الاكل اللي هو ما فيه شطه خفيفه. فكل واحد بيحب كيفما شاء. فانا سالت مجموعه من البشر قالوا له والله المتجر ده هو افضل متجر تاخد منه سندوتش. راحوا مقابليني ناس ثانيين قالوا لا الراجل ده هو بيعمل احلى السندوتشات. ليه بقى؟ لان هو طعم السندوتشات بتاع ده عندهم هم يعني بيحبوا الطعم ده، فهم قالوا عليه ان ده افضل واحد. وانا ماشي سالت ناس ثانيين قالوا لا 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 لا، ده الراجل ده اللي بيعمل سندوتشات نظيفه جدا. مشيت كمان لا لا لا، ده الراجل ده الراجل ده بقى طعم سندوتشاته تحفه. سالت شويه بنات قال لا لا لا، ده الراجل ده تاكل السندوتش تموت اهو، بص تموت، طعمها تحفه. يبقى هل انا دلوقتي لما قلت ما المتجر اكثر شعبيه لدى طلاب المرحله الثانويه، هل هم اتفقوا على متجر واحد؟ لا، ما اتفقوش. ده من ما اتفقوش يبقى في اجابه واحده ولا اجابات متفرقه؟ لا، ده في اجابات ياما. ده من اجابات ياما يبقى ده سؤال ايه؟ احصائي. يبقى ده الوحيد اي من الاسئله التاليه يمثل سؤال احصائي اقول له والله هو ده. اتفهمت ولا لا؟ اتفهمت يا ولاد ولا لا؟ اعيدها تاني ديت. أنا فهمتها، ما بعرف أخبر عنها. فهمت يا ابراهيم؟ فهمت فهمت. فهمت كويس ولا نعيدها كمان مره؟ فهمت. ماشي يا حبيبي. السؤال اللي بعده، اللي عاوز ينقلها اتفضل ينقلها. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وسلم. اي من المتغيرات التاليه هو متغير كمي؟ حلو. استاذه هيفاء، انا عاوزك تقول لي نعم. ما هو المتغير الكمي في الاربع اسئله دول او في الاربع اجابات دول. آه، ما عدد السيارات التي تقتنيها عائلتك؟ بالظبط كده. والله يعني الاستاذه هيفاء بتقول لي ما عدد السيارات التي تقتنيها عائلتك، فانا هجاوب عليها بقول لها 0 سياره. 0 سياره. هتقول لي يا استاذ عبد الرحمن ما عندكم سيارات خالص؟ هقول لها ان شاء الله في الجنه باذن الله هنلاقوا السيارات. هناك بقى سيارات حاجه تانية، وهناك بقت كل ما تشتهي الانفس. احنا مستنينا ان شاء الله في الجنه باذن الله. يبقى ما عدد السيارات التي تقتنيها عائلتك، اي حد فينا هيجاوب برقم. حتى لو ما عندوش سياره هيقول لك 0، مفيش. عنده سياره يقول لك سياره واحده، عنده سيارتين هيقول لك سيارتين. اذا هنا الاجابه ايه؟ برقم. ده اما اقول ما الرياضه الاكثر شعبيه لدى طلاب صفك هتقول قدم. الحيوان الاليف واحد هيقول قطه، واحد تاني ممكن يقول اسد، ما هو مربى اسد في بيتهم يبقى الاليف بتاعه اسد. ما المتجر الاكثر شعبيه لدى طلاب المرحله هتقول اسمه، هتقول مثلا متجر محمد علي. يبقى انت قلت اسم ما قلتش ايه رقم. اذا المتغير الكمي يعبر عن ايه؟ عدد، او اجابته بعدد. يبقى فعلا ما فيش اللي زميلتنا قالت لي ما عدد السيارات ده الوحيد المتغير الكمي. السؤال اللي بعده،
أي التمثيلات التالية يمثل سؤال إحصائي؟ أنا مديني شوية تمثيلات هم، تمثيل عاوز فيهم واحد يمثل سؤال إحصائي. يعني فعلا هو ده السؤال الإحصائي، لأن له إجابات متعددة أو إجابات متفرقة. برافو عليك. ده بل أنا دلوقتي حضرتي لو جيت هنا مشيت كده هلاقي هي إجابة واحدة أو خطة، وهنا خط برضه كأس عبد الرازق وهنا خط برضه كأس عبد الرازق. إذا ده غير إحصائي وده غير إحصائي وده غير إحصائي. أما ده اسمه إحصائي ليه؟ اعمل لي خط كده، تعمل خط ده أنت هتروح في ده يا راجل. بص 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 كده، خط خط خط. ما ينفعش، ما ينفعش خط خالص. خط في إيه يا عم؟ خط إيه يا عم؟ ده خط إيه يا عم؟ ليه؟ لأن ده أصلا إجابات متفرقة، مش متفقين على إجابة واحدة. أما السؤال الغير إحصائي له إجابة واحدة فقط، أما السؤال الإحصائي له إجابات متعددة. إذا ده يمثل إحصائي. اللهم صل وسلم وبارك على كامل النور. السؤال اللي بعده: أي مما يلي يمثل متغير نوعي؟ يلا يا إبراهيم. طيب مما يلي يمثل تغير نوعي. ما الرياضة المفضلة لطلاب صفك؟ ما الرياضة الإيه؟ مفضلة لطلاب صفك. شاطر. ما الرياضة المفضلة لطلاب صفك؟ ده بيمثل متغير نوعي. شاطر شاطر شاطر. أما ده بيمثل إيه؟ متغير كمي، لأن الإجابة عنه بعدد. وده كمي لأن الإجابة عنه بعدد. وده كمي لأن الإجابة عنده بعدد. أما ده نوعي ليه؟ لأن الإجابة عنه بكلمة. اتفهمت؟ السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده. أستاذة اتفضلي أستاذة هيفاء. أريد هنا معرفة نوع السيارة التي يملكها العدد الأكبر من عائلات زميلاتها في المدرسة، حيث عدد الطالبات في مدرستها 1560 طالبة. فقد سألت منى ذات صباح طالبة واحدة من كل 10 طالبات عن السيارة التي تملكها عائلتها. أوجد العينة في هذا الموقف. 10. طب قريتين. لأنه سألت منى كل ذات صباح طالبة واحدة من كل 10 طالبات. يعني العينة في الموقف. العينة مش هي يعني هي سالت طالبة من كل 10. يعني هنا مثلا كم 10؟ يا 156 10. صح؟ أيوة. هي سألت 156 طالبة. ما هي دولت 156 10. ما هم أما أقول لك 1000
560 دي بتساوي 156 10. أيوة. فهي خدت طالبة من كل 10، يبقى هي خدت 156 طالبة. مش فاهمين؟ ها وصلت؟ نعم يا مستر. ها؟ أي مفهوم. طيب أنا عندي 1560 طالب، معناهم كم 10؟ معناهم 156 10. هي خدت من كل 10 واحدة، يبقى هي خدت 156 طالبة. أيوة. طب أجيبها إزاي؟ عدد أهو، عدد الطالبات بتساوي العدد الكلي على 10 اللي هي خدتهم. يعني 1560 على 10، زيرو نروح مع الزيرو، يبقى 156 طالبة. اتفهمت ولا لا؟ ابراهيم اتفهمت يا ابراهيم؟ صوتك يقطع. ما كان فيش صوت يا مس. صوتي بقطع؟ أي أيوة. ما كان في صوت. انت عندك الصوت بقطع يا استاذه هيفاء؟ أي ما كانش في صوت أبدا. أصلا ما في صوت. ما كانش فيه صوت. طب انتوا سامعيني كده؟ أي أيوة. الحين. طيب عدد الطالبات بيساوي العدد الكلي اللي هو العدد بتاع الطلبات كلها على كل 10 هي بتاخدهم. هي خدت من كل 10 واحد، يبقى خدت العدد الكلي قسمته على 10 طلع لي 1560 على 10، يعني بتساوي 156 10 156 طالبة. وصلت ولا صعبة؟ وصلت. أعيدها تاني. تمام يا مستر بالنسبة لي يعني. ها إبراهيم؟ تمام. طيب اتفضل، ايه اللي بعدها يا ابراهيم؟ اللي عاوز ينقلها ينقلها، او اللي عاوز ياخدها صورة ياخدها. صوتك تعيد. انا مش بعيد، انا بحل تمارين على خدته كله. لا بس هي تعيد السؤال الثاني. بعيده فعلا تاني اهو، بحيث اعيد كمان مرة. أيوة. حاضر يا حبيبي، حاضر، شاطر يا ابراهيم، من عينيا، حاضر. بقول لك تريد منى معرفة نوع السيارة التي يملكها العدد الأكبر من عائلات زميلاتها في المدرسة، حيث عدد الطالبات في المدرسة كلها 1560 طالبة. فهي مش هتسألهم كلك. فبقول فقد سألت منى ذات صباح طالبة واحدة من كل 10 طالبات. يعني هي الأول قسمت دولة عشرات وخدت من كل 10 واحدة. فأنت لما تقسم دولة عشرات يبقى تشيل الصفر ده، يبقى 156 10، يبقى أنت عندك 156 10. أما تاخد من كل 10 واحدة يبقى أنت هتاخد 156 طالبة. ده بالبلدي كده، بالبلدي يعني بالكلام كده، واحنا قاعدين على المصطبة قاعدين كده نضحكوا ونلعبوا ونهزروا ونشربوا شاي وناكلوا بسكوت وناكلوا لب وعمالين بقى نهيصوا. فواحد بيقول لك يلا حل لي دي كده، والله احنا عندنا 1660 طالبة، عاوزين نسألوهم كل طالبة أو كل طالبة تقتني كم سيارة. فطبعا انت هتقول له انا هروح لل 1566 عشان اسالهم، انا هاخد عينه منهم. فقال لك هتاخد عينه ازاي؟ فقلت والله انا هاخد من كل 10 واحده. طب ال 156 ده هم فيهم كم 10؟ اللي هم 1560 فيهم كم 10؟
فيهم 156 10. معنى انك تاخد من كل من كل 10 واحد، يبقى انت هتاخد 156 طالبة. ده احنا قلنا كلام كده قاعدين نضحكوا ونهزروا مع بعض، والإجابة صح. واللي طبعا الطالب يفهم، اللي هو بيتعلم بيفهم، واللي ما يعرفش يتعلم خالص فهمها، واللي ما يعرفش يقرا ويكتب فهمها، وممكن يكون الراجل العجوز فهمها، وممكن يكون الواد الصغير فهمها، لان احنا قلناها بالبلدي كده. ال 1560 10 يا ولادي، 1650 فيهم 156 10، وانا هاخد من كل 10 طالبة، يبقى انا هاخد 156 طالبة. خلاص خلصت كده. طب احنا عاوزين قانون نحله بيه. بقول عدد الطالبات يساوي العدد الكلي. ده عدد الطالبات الايه؟ عدد الطالبات للعينة، مش كل الطالبات طبعا، اللي ناخدهم العينة، بيساوي العدد الكلي على 10، لان انا هاخد من كل 10 واحد. العدد الكلي 1560 على 10، الصفر ده يروح مع الصفر ده، يبقى بيساوي 156 10. يبقى عدد طالبات اللي العينة 156 10. أعيدها تاني، أعيدها تاني يا روما. وصلت. الحمد لله. السؤال اللي بعده. اتفضلي أستاذة هيفاء. يعني أي مما يلي يمثل معلمة. متوسط أطوال 200 سمكة من سمكة السلمون في أحد الأنهار، وهو 60 سنتيمتر. وسيط عمر سيارة اختير عشوائيا من 20 موقعا في موقف سيارة المدرسة. هو 7 سنوات. تم اختيار 40 مشاركا في برنامج التدريب الرياضي في مدرسة ثانوية بشكل عشوائي، وطلب منهم تسجيل عدد الساعات التي يمضونها في التدريب كل أسبوع. ووجد أن الوسيط لحساب 20 ساعة. عدد الإجابة عن السؤال التالي: ما متوسط أعمار العدائين المشاركين في الماراثون؟ أجاب جميع المشاركين في السباق عن السؤال السابق. معلمة آخر شيء. شاطرة. معلمة فعلا آخر شيء. طب ليه بقى؟ بص يا إبراهيم، ما ليه معلمة آخر شيء؟ هنا متوسط أطوال 200 سمكة، وكان إحنا قلناهم دي إحصائية. ليه؟ لأن السمك في البحر اللي مش متأكد إنها إحصائية ممكن نرميه في المحيط الأطلنطي. شوف لي هل فعلا هم دولت كل الأسماك؟ لا، ده طبعا ده في ياما. ده هو خد متوسط، يعني خد جزء منهم، يبقى خد عينة، يبقى اختار عينة، يبقى دي إحصائية. طيب، وسيط عمر سيارة اختير. وانا كنت قلت كل ما اسمع كلمة اختيار يبقى احصائية من غير ما اكمل قراية. تم اختيار عشوائي، احصائي. عند الإجابة على السؤال التالي: ما متوسط أعمار العدائين المشاركين في المرسم؟ أجاب جميع 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 كل المشاركين، جميع المشاركين. يبقى دي تمثل معلمة. اتفهمت ولا عيدها تاني؟ إبراهيم. فهمت.
أحمد. الحمد لله. السؤال اللي بعده. يلا يا إبراهيم. اتفضل يا إبراهيم. ما فهمت. اقراها. إذا كان طلاب المستوى الثاني عشر في مدرسة يمثلون العين في دراسة إحصائي، أي مما يلي لا يمكن أن تمثل مجتمع الدراسة. في حاجة في الأربعة ده هم مش ممكن. طلاب المنطقة آه. التي تقع فيها المدرسة. من؟ طلاب المنطقة. طلاب الإيه؟ طلاب المنطقة التي تقع فيها المدرسة. كلمة جميع تدل على الكل ولا لأ؟ صح؟ أيوة. يبقى ده مجتمع. طلاب المنطقة، المنطقة بتاعتك هناخد كله طلاب ايه؟ طلاب ايه؟ يبقى انا حاسب طالب. لا. يبقى تعبر عن كل، يبقى ده مجتمع. طلاب المستوى الثاني عشر. طلاب المستوى الثاني عشر. ها؟ هذا هو قال لا تمثل مجتمع المدرسة. طلاب المنطقة التي تقع فيها المدرسة ما يمثلوها. طلاب المنطقة تمثل المجتمع، وجميع طلاب المدرسة تمثل المجتمع. أوكي. طلاب يعني احنا مثلا جينا في مدرستك انت، جيت على طلبة الصف السنة 10 علمي بس، يبقى كده انا اخترت عينة ام مجتمع؟ عينة. يبقى دي اسمها احصائية ولا معلمة؟ معلمة. ها؟ إحصائية. يبقى دي تمثل احصائية. يبقى دي الاجابة بتاعتي. جميع طلاب دي معلمة عشان كلمة جميع. يبقى هنا واضحة انها معلمة وهنا واضحة انها معلمة. هنا بص، من صيغة طلاب المنطقة، كل الطلاب في المنطقة. بص، طلاب المنطقة يبقى كل الطلاب في المنطقة ولا هاخد شوية واسيب شوية؟ كل الطلاب، عشان كل الطلاب في المنطقة يبقى ده اسمه مجتمع دراسة. إذا هو اسمه إيه؟ معلمة، لأن هاخد الكل، تعبر عن الكل.